جيش مصر العظيم المخلص الأمين الحريص جدا على بلده ووطنه وترابه وكمان على ناسه، على المصريين كلهم. مهمتنا ان احنا في الكمائن بتاعتنا الموجوده في العريش بالكامل ان احنا بنأمن المحاور الرئيسيه والتقاطعات وتأمين عمل الشرطه المدنيه في تفتيش العربيات او قطع الطرق لو احتاجنا لذلك. صحيح الجيش هو الحيطة اللي سند الدار والدار مصر، وصحيح ربنا يحفظ الجيش ويعينه، لأنه هو اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا جعله سبب في أنه هو يحمي مصر من الشر. مفيش رجوع، الرجوع عندي يعني استشهاد، الرجوع عندي يعني استشهاد في المكان ده. دي عزيمة من عند ربنا وإصرار على إني أحافظ على وطني وعلى ديني وعلى أهلي اللي ورايا. كل الشكر ليكم على كل شيء بتعملوه لمصر، الأمن والأمان والاستقرار. كل ما يحصل قلق او ضرب او ده بالعكس بيدينا ان احنا حماس ان الناس تقف في الشارع وعايزه تشتغل، عايزه تعمل احسن من كده، عايزه تعمل اكتر من كده، لان دي اقل حاجه الواحد ممكن يقدمها يعني. والله لن ينال منا أحد، لأن ربنا موجود فوق وإحنا بنحاول نراعيه. مستعدين كظباط وصف وجنود اللي احنا نضحي بحياتنا عشان خاطر مستقبل بلدنا ومستقبل نأمن أهالينا وندافع عن حدودنا ضد الإرهاب. ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في أنفسكم. كلنا ايد واحده هنطهر البؤر الاجراميه كلها من ارض سيناء بالكامل. بقى مصر اللي نور ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على جزء من أراضيها، حد يقدر يضيعها؟ احنا النهارده بنثبت للعالم كله ان مفيش ارهاب هيقف قدام جيش مصر. ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش، احنا حماة الوطن. ربنا يا رب يجعل جيش مصر دايما في السماء بيكم، ويجعل دايما جيش مصر حامل مصر وحامل شعب مصر.